طيب في الحلقات دي احنا بنلخص فيلم وبنجيب لك اسرار ومعلومات لاول مره تعرفها عن الفيلم. الفيلم اللي معانا النهارده اشاعه حب. لا تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. اتصور فيلم اشاعه حب بالكامل في مدينه بورسعيد، على الرغم بقى ان الفيلم ملوش علاقه ببورسعيد اصلا. يعني هو لا فيلم بيتكلم عن المواني ولا المراكب ولا الصيد ولا اي حاجه تخليك تصوره في بورسعيد، ممكن تصوره في القاهره عادي. لكن المخرج كان عايز يوصل من ورا الموضوع ده ان الفضايح والشائعات والكلام ده مش بس موجوده في القاهره بس، لا ده موجوده في كل المحافظات، وده شيء يعني من فطره البشر عموما يعني. الفيلم باختصار بيحكي عن حسين اللي هو عمر الشريف، شاب خجول وما عندوش تجارب في الستات خالص، وبيحب سميحه بنت عمه. سميحه بقى بتحب الشاب اللي هو مقطع السمكه وديلها ويعرف ستات كتير. فعم حسين اللي هو قايم بدوره يوسف وهبي عايز حسين يتجوز بنته لانه شايفه شاب ليه مستقبل وهو محترم وكده. فبيخترع فكره انه هو بيحب سعاد، بيحب هند رستم، وبيقنعوا بيها سعاد حسني عشان تعرف ان هو فتك ومقطع السمكه وديلها وكده. المشكله كلها ان هند رستم بتيجي فعلا في بورسعيد تقدم حفله، والاشاعه دي بتوصل لخطيبها والحكايه بتتكشف بالكامل، بس بتكون ساعتها سميحه اللي هي سعاد حسني حبت عمر الشريف. كلنا عارفين الفيلم طبعا. المفاجآت اللي كانت في الفيلم هي ان اول مره سعاد حسني تشترك في دور في فيلم كوميدي. عمر الشريف نفس الكلام، اول مره يطلع كوميدي. آه، عبد المنعم ابراهيم طلع لاول مره في تاريخ السينما يمكن يحصل تقليد للاصوات، وقلد صوت هند رستم فعلا وقلد صوت يوسف وهبي. انا كنت فاكر ان هم حاطين اصواتهم بجد، وعبد المنعم ابراهيم بيحرك شفايفه طلع هو اللي مقلدهم فعلا. وفطين عبد الوهاب وقتها يعني اعاد اكتشاف يوسف وهبي في الفيلم ده، وعمل منه حاجه تانية خالص. عمل منه الراجل بقى اللي هو اللي عينه زايغه الكبير في السن الكلام ده، والدور ده عمل منه كتير. الفيلم كان فيه ممثله اسمها امينه تحيبر، دي اول مره تتقدم، كانت صديقه سعاد حسني. اتحذف اغلب مشاهدها، ما تبقاش ليها غير مشهد واحد بس تقريبا او مشهدين. راحت امينه تشتكي المخرج لصديق مشترك بينهم هما الاثنين اسمه المخرج لصديق مشترك بينهم هما الاثنين اسمه انور منسي، عازف الكمانجا اللي هو كان متجوز صباح ووالد هويدا. وفي المكتب بتاعه قابلت مين؟ بليغ حمدي اللي اعجب بيها واتجوزها. بالنسبه للانتقادات اللي على الفيلم كانت انتقادات جيده، الناس اشادت بالفيلم كويس جدا. الغريب في الفيلم كله ان ما كانش فيه كوميديانات غير عبد المنعم ابراهيم بس، لكن سعاد حسني، يوسف وهبي، عمر الشريف، مفيش حد فيهم كوميديان خالص. يمكن وداد حمدي اللي كانت طالعه بدور الشغاله كانت بتعمل كوميديا برضه. الفيلم ده مقتبس من ذا هول توين توكينج من تاليف انيتا لوس وجون ايمرسون. المسرحيه دي او القصه دي كانت سنه 1926، تم اقتباسها بعد كده في اشاعه حب سنه 1960. زي ما قلنا في حلقه قبل كده ان اسماعيل ياسين هو اللي كان هيعمل دور عمر الشريف، لكن اسماعيل ياسين وقتها كان قاعد يأجل الفيلم فتره لانشغاله باعمال تانية. بعدين فاطين عبد الوهاب قرر انه يجيب حد تاني وعملوا عمر الشريف. بعدها بخمس سنين وبعد نجاح الفيلم قرر سمير خفاجه وفؤاد المهندس ان هم يعملوا مسرحيه اسمها حاله حب، وتبقى بنفس القصه بنفس كل حاجه، بس الفرق ان شويكار وفؤاد المهندس بدل عمر الشريف و سعاد حسني. ويقوم بدور يوسف وهبي هو عبد المنعم مدبولي على المسرح، وعادل امام كان قايم بدور الشاب لوسي، وعمل دور هند رستم شمس البارودي، واتسمت ثانية ماكلين. وده كان سبب انسحاب نجوى سالم اللي كانت الاول هتعمل دور النجمة المشهورة، وقالت سموني نجوى سالم، وقالت سموني نجوى سالم زي ما انا، فقالوا لها لا هنسميك ثانية ماكلين لان نجوى سالم مش اسم مشهور زي هند رستم، فاحنا هنقول في قصة جوه الاحداث ان ثانية ماكلين دي نجمة كبيرة. فقالت لا ما اطلع باسم عادي زي ما هند رستم طلعت باسمها في شاهد حب، قالوا لها دي هند رستم عشان اسمها مشهور لكن نجوى سالم مش معروفه. فمشيت وجابوا بدلها سهير الباروني اللي سمت نفسها عادي ثانيه ماكلين. ده كان فيلمنا في الحلقه دي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظر افلام تانيه وملخصها ومعلومات جديده عنها.